المنتخب الاول كان امام المغرب 2019. امامنا هو ايمن محيوس. ايمن محيوس هل يكون صاحب اول هدف في بطوله الشام افريقيا للمحليين؟ ايمن محيوس ومعاذ اللافي والهدف الاول في الدقيقه كام؟ الدقيقه 57 دقيقه. ايمن محيوس يسجل ركله الجزاء تحصل عليها بعد خطأ كان من بلجاسم رجب رقم 6 اللي أعاد الكرة القصيرة اللي استثمرها الحقيقة أيمن محيوس. تدخل كان معاذ اللافي مع أيمن محيوس وركله الجزاء احتسبت وسجل منها أيمن محيوس. بص الخطأ هنا اهو، ادي الخطأ هنا اهو، ما شافوش ومحيوس واندفع معاذ اللافي يطلع باندفاع وركله الجزاء لصالح المنتخب الجزائري اللي بيحولها ايمن محيوس. اول اهداف البطوله واول اهداف المباراه. سجل في تعادل السنغال 2-2 ايمن محيوس. سجل في لقاء وديه السنغال 2-2. ادي الكرة الحارس معاذ اللافي في زاوية والكرة رايحة بقى بهدوء وبثقة يحولها أيمن محيوس عشان يسجل هدف من ركلة الجزاء. تسبب خطأ بلجاسم رجب في إعادة الكرة.